بسم الله الرحمن الرحيم. بيراميدز والزمالك النهارده مسرحيه النهارده هتحصل. وهنشوفها كلنا. مسرحيه مترتبه ومتظبطه ومتقيمه ومتأيفه على قد نادي بيراميدز اللي المفروض النهارده يفوز علشان خاطر يقدر يحقق فرصه او يقدم فرصه جديده او يكون له فرصه عشان خاطر يسابق الاهلي على بطوله الدوري العام. طب هيلاعب مين بيراميدز النهارده؟ هيلاعب الزمالك. ايه ده؟ هيلاعب الزمالك؟ بيراميدز هيلاعب الزمالك؟ لا، اقصد الزمالك هيلاعب الزمالك. يعني ايه؟ يعني في 12 لاعب من نادي الزمالك بيلعبوا في بيراميدز، وفي لعيبه كانت في بيراميدز بتلعب في الزمالك، ودوخينا يا لمونه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده بيراميدز احلى 3 نقط هياخدهم النهارده من الزمالك. طبعا كلنا عارفين ان الزمالك بيعاني من الغيابات في الفتره الاخيره، ومفيش سكواد عنده، ومفيش لاعبين، ومفيش انتقالات، ومفيش صفقات بتتم بسبب وقف القيد. طيب هنشوف النهارده مين؟ هنشوف النهارده 12 لاعب، 12 لاعب من الزمالك لبيراميدز ومن بيراميدز للزمالك بيلعبوا النهارده. من بينهم عمر جابر واحمد توفيق ومروان حمدي ومصطفى فتحي ويوسف اسامه نبيه، ويوسف جعفر، او سيف فاروق جعفر عفوا، وعمر جابر وغيرهم من اللاعبين. في لاعبين كتير جدا جدا، يعني 12 لاعب، 12 لاعب كانوا في الزمالك وراحوا بيراميدز والعكس كمان. فالنهارده هنشوف المسلسل الهزلي ده الساعة 9 ان شاء الله. كله يجهز، يعني كله يجهز اللب بتاعه والتسالي عشان خاطر نشوف المسرحية بتاعت النهارده. طيب الزمالك قدامه فرصة واحدة عشان خاطر يحفظ ماء وجهه قدام الجماهير بتاعته، هو ايه؟ وهو انه يفوز على بيراميدز النهارده، او على الاقل ان هو يتعادل. ولكن جماهير نادي الزمالك اغلبهم عاملين زي الديوك الرومي بيقاكوا ورا اي حاجه تكون ضد مصلحه النادي الاهلي، وضد مصلحه النادي الاهلي يعني فوز بيراميدز النهارده. فالتعادل هيخلي بيراميدز يفقد نقطتين تانيين لو الاهلي فاز في كل الماتشات المتبقيه له علشان خاطر يساوي بيراميدز. هيبقى الفرق ما بينهم 9 نقاط بعد ماتش المصري النهارده لو فاز ان شاء الله. فانا توقعاتي ان شاء الله ان احنا هنشوف النهارده مسرحيه مترتبه ومتنظمه. حتى لو لم يكن المدرب او المدير الفني لنادي الزمالك جوميز عاوز يخسر المباراه، يعني لو هو مش عاوز يخسر المباراه ونفسه اللاعبين تفوز علشان خاطر يعني يحفظ ماء وجهه قدام الجماهير، فاحنا هنشوف بعض اللاعبين النهارده بيلعبوا بتراخي قدام بيراميدز. ايضا كمان من ضمن اللعيبه اللي كانت في بيراميدز وراحت للزمالك عبد الله السعيد، عشان خاطر ايه؟ ده من اهم اللاعبين وعشان ما ننساش كمان. فطبعا احنا في انتظار ماتش النهارده، وطبعا ماتش الاهلي والمصري من الماتشات المهمه جدا جدا، واعتقد ان ده من الماتشات اللي هتكون حاسمه في الدوري. هيتلعب النهارده الساعه 9 الماتشين، واحد على استاد القاهره بيراميدز والزمالك، واحد على استاد برج العرب الاهلي والمصري. هنشوف ده ان شاء الله النهارده الساعه 9، ونتمنى للنادي الاهلي التوفيق، ونتمنى لنادي الزمالك التوفيق برضه قدام بيراميدز عشان خاطر ما يخلوش يتقدم عن النادي الاهلي.